جيمنج. طبعا يا جيش اليوم راح أحكي لكم قصة صارت مع حوراء. تقول صاحبة القصة: أنا بنت اسمي حوراء. في يوم من الأيام كانت الساعة 1 بالليل وكان في مطر وأبوي كان عند أصحابه. كنا بس أنا وأختي وأمي لحالنا بالبيت، وأنا كنت مرة صغيرة وأخاف من الصوت البرق، فرحت أنا وأختي وأمي في غرفة الضيوف ننام كلنا سوا. لما جينا ننام انطفأت الكهرباء وبدينا نسمع أصوات في المطبخ، وإحنا بلشنا نبكي ونصارخ، والمشكلة باب البيت مقفول من جوا، يعني ما مستحيل أحد يدخل. فجأة لقينا شخص يشبه أبوي مد راسه من باب غرفة الضيوف وبلش يضحك ضحكة مرعبة جدا وهرب. انهرنا وصرنا نصارخ أنا وأختي وأمي بأعلى صوت نقول يا الله، وبعدين قلنا يمكن بابا مسوي فينا مقلب. فماما دقت على أبوي، بابا طلع عند أصحابه، يعني اللي شفناه جن. صرنا نصارخ وبابا قال لا تخافوا دحين آجي. بعدين سمعنا صوت المواعين تتكسر في المطبخ، قمنا أنا وأمي وأختي نفتش البيت ما لقينا أحد. وبعد 10 دقائق بابا وصل وقلنا له عن كل اللي حصل. الكهرباء رجعت الحمد لله، طلع جن مسلم وهو ما أذانا. بعد أسبوع بالضبط أقلنا بيت ثاني، لأنه أنا وأختي صرنا نبكي. صرنا كل ما نروح مكان نلاقي خيال يلاحقنا في كل مكان، خيال أسود. وبس الحمد لله انتهت القصة. بحبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، وبس مع ألف سلامة.